هل البنات في اوروبا مخلصين لازواجهم؟ طبعا انا عارف السؤال ده قصده ايه. انت عاوز تقصد ان البنات في اوروبا مش مخلصين لازواجهم. هو خليك تسال السؤال ده: ايه الدافع اللي يخليه مش مخلصه لزوجها؟ اللي هي ما عاوزه تسيبه هتسيبه بكره الصبح، وعندها الحريه الكامله، وهي المختاره اصلا بحريه. مفيش ولا عشيره ولا قبيله ولا اب ولا حد دفعها ان هي تتجوزها. يمكن هي اللي اختارته بنفسها، فهي اللي عاوزه تسيبه هتسيبه بنفسها، وعاوزه تروح لراجل تاني هتقول له مع الف سلامه انا عاوزه اروح لراجل تاني. بس هو يعني سبحان الله ربنا خلق الست بطبيعتها لما بتحب راجل واحد بس. فهي لما لو حبت الراجل وغالبا هتحبه لان هي اختاراه. لان هنا الدافع في اوروبا مفيش دافع يدفع المرأة ان هي تحتفظ براجل اكتر من ان هي عاوزاه. زيها زي اي ست في الدنيا. ممكن في ستات بتدور على فلوس، في ستات بتدور على المسامة، في ستات بتدور على المنصب. بس الجزء الكبير هنا في ألمانيا من الستات مش محتاجين أصلا فلوس مثلا. مش مع أغلبية أصلا المستوى الشعب في مستوى متوسط. فهي أصلا لو قربت للراجل هتقرب عشان هي عاوزاه، ولو هتسيبه عشان هي مش عاوزاه. فما عندهاش دافع ان يخليها تكون موجودة معاه، ولا عندها دافع ان هي تسيبه، الا حريتها. هي عاوزة ومش عاوزة.